ألا وإنه بين الفينة والأخرى وبين الحين والآخر يظهر لنا أعداء الإسلام من اليهود والنصارى بصور بشعة وصور مقيتة وصور مخزية تنبئ عن حقدهم وغيظهم لهذا القرآن الكريم. فيظهر بين الحين والآخر من صور الامتهان والازدراء لهذا القرآن الكريم. فقبل أزمنة أو قبل أعوام أو أقل من ذلك إذ بعض اليهود والنصارى يضع على المصحف أو يحرقه إلى غير ذلك، فالله عز وجل حافظ كتابه. وظهر في الآونة الأخيرة وفي العصور المتأخرة أن أنشأ بعض اليهود أو بعض النصارى قناة على موقع شبكة اليوتيوب، أن أنشأ قناة تسمى بأغاني قرآنية. أغاني قرآنية ماذا فيها يا عباد الله؟ فيها ازدراء، فيها امتهان، فيها كفر بواح. أن يجعل القرآن على هيئة الأغاني الأجنبية، على هيئة الرقص الأجنبي والعياذ بالله. وهذا والله مؤذن بدمارهم ومؤذن بهلاكهم ومؤذن بزوالهم بإذن الله عز وجل. لأن من امتهن شيئا عظمه الله فإن الله عز وجل له بالمرصاد. ومن يهن الله فما له من مكرم. فمن أهان كلام الله سيهينه الله في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. فينبغي على المسلمين أن يتفطنوا لمثل هذا الغزو الغربي الكافر على شعائرنا العظيمة من كلام ربنا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فعظموا كلام الله في قلوبكم وفي أعمالكم وفي أقوالكم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا القرآن بامتثال أوامره والعمل بما أنزل الله عز وجل فيه من الأوامر واجتناب النواهي الزواجر في هذا القرآن العظيم. فوالله ما تمسك به متمسك فلن يضل بعده أبدا، وما رجع إليه راجع فلن يخسر بإذن الله عز وجل أبدا. فهو الرحمة المهداة وهو القرآن المنزل المكرم المطهر على أفضل الخلق وعلى أفضل الأمم، أمة محمد عليه الصلاة والسلام.